أهلا بيكم في مساحتنا الآمنة هنا اللي بنربط بيها القلب والعقل والوعي والروح. النهارده أنا جاية أتكلم عن موضوع أنتوا طلبتوا مني إن أنا أتكلم عنه وهو البوردر لاين، بس أنا مش هتكلم عن البوردر لاين في معزل أو لوحده. أنا هتكلم عن علاقته بالنرجسي، وهتكلم كمان عن علاقة النرجسي مش بس بالبوردر لاين، بالناس اللي بنسميهم highly sensitive people. يعني الناس اللي متشخصة بال ADHD اللي هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وأيضا البوردر لاين. باختصار كده علشان نفهم مين هو البوردر لاين ومين هو ال ADHD ونفرق ما بينهم. ال ADHD هي مشكلة كيميائية في المخ، ما هياش مشكلة شخصية، لكن البوردر لاين هو اضطراب شخصية. ازاي بيتكون البوردر لاين؟ البوردر لاين هم عبارة عن ناس عندهم حساسية زايدة في عاطفتهم. في جزء من المخ اسمه الجزء الحشوي او الليمبيك سيستم، ده اللي بيبقى مسؤول عن المشاعر وتنظيم المشاعر. وبيبقى فيه اللاوعي بتاعنا. ده بيختلف عن جزء تاني من المخ اللي هو اسمه prefrontal cortex، اللي هو فيه حاجة اسمها ال executive function of the brain أو الوظائف التنفيذية للمخ، زي التفكير والتنظيم والتحليل والتخطيط والمنطق وما إلى ذلك. الناس دي بيبقى عندهم حساسية زايدة جدا في الليمبيك سيستم، يعني اللي احنا بنحسه بشكل عادي هما بيحسوه 10 أضعاف. يعني كان عالمة من العلماء، مارشال لينين، اللي هي عملت الدي بي تي أو نظام العلاج الجدلي السلوكي الفعال جدا في علاج مثل هذه الحالات. كانت بتمثلهم إن هم عاملين كأنهم بلا جلد، أو عندهم حرق من النوع الثالث في الجلد. فأنت متخيل إنه نسمة الهواء توجعهم قد إيه، غير طبعا بقية البشر العادية اللي هم جلدهم متماسك وعندهم نوع من المناعة القوية. هي بتمثل ده كنوع من الميتافور أو كنوع من التشبيه لمدى حساسية العاطفة بتاعتهم. في ناس بتتولد خلقة ربنا عندهم حساسية عالية جدا في الليمبيك سيستم بتاعهم، مش من المفترض ان هم بعد كده يكونوا بوردر لاين. هم دول الناس اللي احنا بنتكلم عن الناس اللي هم بيكونوا مبدعين، الفنانين اللي عندهم حس artistic، الكتاب، الشعراء، الممثلين. كل هذه الطائفة من الناس بيبقى عندهم حساسية عالية في الليمبيك سيستم. بيحسوا الأشياء بمنتهى العمق وبمنتهى الشفافية، وبيحسوها أكتر من الناس الطبيعية. لو حصل إنه هذا الشخص اللي عنده حساسية عالية جدا في الليمبيك سيستم اتولد في بيئة نرجسية أو اتولد لأهل نرجسيين، أو حتى مش ناس نرجسيين، ناس عندهم سمات نرجسية، أو عيلة بنسميها dysfunctional، عيلة مش محتضنة كما يجب، مش فاهمة الشخص ده، بيبتدي يحصل له اضطراب شخصية فيما بعد، لأن هو ما بيكونش عنده بيئة خصبة تحتمل حساسيته وتراعي حساسيته وتراعي مشاعره المرهفة. فبيتكون بعد كده الاضطراب اللي بنسميه اضطراب الشخصية الحدية. اضطراب الشخصية الحدية في الدي اس ام او في اللي هو المانوال بتاعنا كدكاترة علشان نقدر نشخصه، بيقول ان هو له سمات معينة. السمات دي ممكن تكون موجود جزء منها في الناس، فالجزء ده بيخليك مش ان انت عندك اضطراب شخصية حدية، ولكن عندك سمات حدية لا يجعلك عندك الاضطراب كامل. ولكن لو عندك اكتر من 5 من اللي هقولهم دول تبعا للدي اس ام، انت هيكون عندك اضطراب شخصية حدية. الصفات دي اللي هي ايه؟ اول حاجه بتميزهم ان هم بيبقى عندهم خوف جامد جدا من الهجر، حتى ان كان متخيل في دماغهم. يعني مجرد تخيل ان في حد ممكن يسيبهم ده يطلع منهم مشاعر عنيفه جدا. عندهم تروما ترك كبيره جدا 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 موجوده من الصغر. بعض منهم بيحاول ده ان هو يبقى كلينجي او يبقى متمسك باللي قدامه زياده عن اللزوم. البعض منهم بيقفل على نفسه قوي، انه ما بيبقاش عايز اصلا يرتبط باي بني ادم، ولو حس بمشاعر ناحيه حد بيهرب منه من كتر ما هو خايف من الهجر. فبيبقى في بيسموه فرانتك ايفورت او مجهود مضاعف علشان يتجنب موضوع الهجر ده. تاني حاجة إنه حياتهم بتتميز بمجموعة من العلاقات اللي بتتميز بإنها علاقات حادة جدا، علاقات فيها دراما شديدة جدا ومش مستقرة. كمان بيبقى عندهم شعور معين، يعني مفيش حد فيهم لو سألته عن الشعور ده هو بيبقى عارفه كويس قوي، اللي هو الفراغ الداخلي، chronic emptiness. بيبقى صورته عن نفسه مش مستقرة، ما بيبقاش عارف هو مين معظم الوقت.
بيدوّر في اللي حواليه دايمًا على إن حد يدّي له إحساس بالمعنى، أو حد يدّي له إحساس بالقيمة، أو حد يدّي له إحساس بهو مين، طول الوقت بيدوّر على ده. بيكون عندهم مشاكل كبيرة جدًا في الاندفاعية، وهنا دي الحتّة اللي بيتقاطعوا فيها مع الADHD. الADHD برضه هيبقى عنده اندفاعية عالية، لكن هنشرح ليه عنده اندفاعية عالية كمان شوية. ممكن يحصل لهم نوبات من الانفصال عن الجسم أو الانفصال عن الذات، بنسميها dissociation، ويكونوا بيغرقوا مثلًا في خيالات أو في حاجة اسمها daydreaming، اللي هو إن أنا طول اليوم أبقى سرحانة في قصص ومواويل ما تفصلني عن الواقع. أحيانًا بيبقى في يصاحب هذا الاضطراب إدمان، إدمان علاقات، إدمان مواد مخدرة، إدمان جنس حتى، كل ده ممكن يبقى موجود ضمن التشخيص. في أحيانًا بيوصل لهم بعض اللحظات بيبقوا فيها غاية في الشك، ممكن توصّلهم لنوبات بارانويا أو نوبات لشك مرضي. برضه من علامات هذا الاضطراب هو الرغبة المتكررة في الانتحار، ممكن تكون بشكل يعني حقيقي، إن هم بيسعوا دايمًا للانتحار، أو حتى بشكل أقل شوية زي الحاجات اللي فيها إيذاء للنفس. فلو حد عنده أكتر من 5 من اللي أنا قُلتهم دول، هو غالبًا عنده اضطراب الشخصية الحدية، وكده إحنا فهمنا هي جات إزاي. لكن بالنسبة للناس اللي عندها ADHD، اللي هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ده موضوع مختلف تمامًا. هم بيتقاطعوا في حتة إنه برضه الجهاز الحشوي بتاعهم الlimbic system عنده روابط ضعيفة مع الprefrontal cortex، اللي هو اللي بيعمل اللي هو الجبهة الأمامية، الفص الأمامي للمخ، اللي هو الprefrontal cortex، اللي هو مسؤول عن الوظائف التنفيذية في المخ. ولكن مش بقدر الborder line، وما بيبقاش ده لوحده. هو الADHD مشكلة في الدوبامين، مشكلة في هرمون اسمه الدوبامين. هرمون الدوبامين هو الهرمون المرتبط عندنا بحاجة اسمها الجزاء و والمكافأة. يعني أنت مثلًا لو بتتفرج على فيديو عاجبك، الدوبامين ممكن يعلى، لإنه بيدّيك نوع من الإحساس بال يعني بالمكافأة، إن أنت بتعمل حاجة حلوة، الموضوع عاجبك. الأكل ممكن يدّينا دوبامين. الدوبامين هرمون مهم جدًا في حياتنا، ما هواش هرمون ثانوي، ولا هو هرمون شرير ولا حاجة، وهو بيبقى مرتبط كمان بالدوائر الإدمانية. يعني لمّا بناخد مادة مخدرة، أو بنعمل حاجة بإفراط بتفرز دوبامين كتير، ده بيدخّلنا في إدمان. عشان كده كتير من الناس اللي عندهم ADHD ممكن يبقوا عُرضة للإدمان، لإن عندهم مشكلة في الدوبامين. الدوبامين كمان مسؤول عن التركيز، عشان كده مشاكل الدوبامين في الADHD بتؤدي إلى إنه الشخص اللي عنده ADHD ما يكونش عنده تركيز كافي، أو حتى ما يبقاش قادر يركّز بشكل متواصل، والتركيز عنده أحيانًا يبقى مش موجود أوي، يا إمّا بيبقى hyper focusing، يعني بيبقى مركّز زيادة عن اللزوم لكن في حاجة واحدة. وبيبقى مشتت طول الوقت، وبيبقى بينتج عن ده برضه بعض الغضب، مشاعر الغضب، لإنه دايمًا الجهاز العصبي بتاعه مستثار علشان الهرمونات مش مضبوطة. هُم عندهم مشكلة إن الدوبامين بيتفرز، لكن ما بيقعدش وقت كافي في المخ عشان يقدر يعمل الوظايف بتاعته، وهو كمان مسؤول عن تنظيم المشاعر كمان. بيحصل له سحب فوري، لإن إحنا أي هرمون بيتفرز في المخ المفروض إن هو يتفرز لفترة لغاية ما يأدّي الوظائف بتاعته. بعد كده بيكون في مستقبلات تانية بتسحبه من المكان اللي اتفرز فيه عشان تودّيه بعد كده لمرحلة إخراجه بقى من الجسم. فهُم بيبقى عندهم دوبامين، المشكلة مش في الدوبامين، المشكلة في استمرارية الدوبامين. هو بيتفرز وفي أقل من ثواني بيتسحب تاني. عشان كده بنلاقيهم دايمًا إن هُم بنسميهم novelty seekers، أو الناس اللي هي دايمًا تبحث عن المتعة، دايمًا كل شوية عايز حاجة تصحصحه، حاجة تدّي له إحساس بإنه عايش. يعني بيبقى متكرر، عايز يعني يعمل حاجات كتير مثلًا فيها خطورة أو كده، علشان بيعمل ده كنوع من الself medication، بيبقى عايز دوبامين. الADHD بيتم تشخيصه دايمًا قبل سن 12 سنة، يعني هو لازم يبتدي في الطفولة، ولو كان missed في الطفولة بنسميه بعد كده حاجة اسمها ADD، أو اللي هو الاضطراب ده، ولكن في الكبار. البنات لمّا بييجي لها الاضطراب ده غالبًا بييجي لها من غير فرط حركة، بييجي لها بس بالتشتت الانتباه. عشان كده كتير من الناس عندهم ADHD كستات، ولكن مش عارفين، لإن ما كانش بيتم الشكوى منهم من وهُم صغيرين زي الأطفال التانيين، إن هُم أشقيا جدًا، ما بيركّزوش، عصبيين، ممكن يغلطوا أو يشتموا. الكلام اللي بيحصل في الولاد ده بيحصل أقل ندرة في البنات.
فإحنا عندنا هنا قدّام مثالين من الناس اللي بنسميهم highly sensitive people. الناس دي فنانين بطبيعتهم، creative بطبيعتهم، لإن في بعض كثير من المدارس بتعتبر الADHD بالذات إن هو مش مرض ولكنه هو اختلاف. اختلاف في طريقة عمل هذا الدماغ. الدماغ مختلفة، ما تقدرش تفرز دوبامين بشكل عالي كتير، فهي دماغ خلاقة وبيبقى فيها sensitivity ومشاعر كتير. يعني كانوا يدرسونا إنه الADHD ده فنان ولكن يحتاج في حياته ناس تكون خشبة المسرح وتثبّته في مكانه. فإحنا لنا أن نتخيل إن هذا الشخص محتاج جدًا للعلاقات في حياته، لإن هو ما هواش عارف يؤدّي وظايفه بشكل طبيعي لوحده بسبب الاختلاف اللي موجود في دماغه. الborderline كمان دول اللي بنسميهم الdramatic people of the world، دول المفروض يبقوا طول الوقت على المسرح، دول المفروض طول الوقت بيعملوا مسلسلات. عندهم هُم الاتنين عندهم impulsivity. الimpulsivity دي ممكن تبقى طبعًا خطر، إنها ممكن توديهم في 60 داهية، ممكن تخلّي يبقى في مشاكل ومصايب تحصل حقيقية في حياتهم، ولكن هي برضه ممكن لو اتاخدت بشكل إيجابي تتاخد إنها جرأة، إن هُم مستعدين يعملوا حاجة بخطورة عالية. الناس العادية اللي إحنا بنسميهم neurotypical اللي هم الناس اللي ما عندهمش هذه ال الأعراض. طبعًا الneurotypical ده اللي هو المُخ العادي، والneurodivergent ده اللي إحنا بنقول عليه على الADHD والautism، مش بنتكلم على الborderline. هل ممكن حد يبقى عنده ADHD وborderline مع بعض؟ ممكن، ولكن لازم أفرّق ما بين الconcepts العلمية عشان أكون دقيقة شوية. فإحنا بنقول إنه الADHD خاصةً بيبقى محتاج علاقات، وكلنا طبعًا محتاجين علاقات، ولكن هو بالذات بيبقى محتاج حد في حياته علشان يقدر يكون الأرضية الثابتة بتاعته، عشان يقدر يfunction كويس، لإن إحنا الكون أو المجتمع اللي إحنا فيه مش مجهّز أوي له. مش مجهّز لطريقته. يعني هو لو هيشتغل مثلًا حاجات اللي هي المكتبية والكلام ده هيفشل فشل ذريع، فهو محتاج يعمل حاجة خلّاقة، فمحتاج مثلًا في الbackground يكون في حد في حياته قادر مثلًا يصرف عليه لغاية ما يقدر يعمل الحاجة الخلّاقة دي، والحاجة الخلّاقة اللي هيعملها دي بقى هتجيب له ملايين لو هو فعلًا بقى حقيقي. فحتى أنا لمّا باتعامل مع هذه الحالات، أنا مش باتعامل معاهم على إن أنا أغيّرهم وأسستمهم يبقوا تبع المجتمع، أنا باحاول أفهّمهم إيه الcondition اللي عندهم عشان خاطر يقدروا إن هم يعني يتقبّلوه ويتصرّفوا من حِكمة بقى، إزاي يختاروا اختيارات أفضل في حياتهم لغاية ما يقدروا يوصلوا زي ما نقول لقدراتهم القصوى. فده بالنسبة للADHD. أمّا برضه الborderline أنا باقول إن هم عندهم مشاعر كتير جدًا، دول الفنانين بتوعنا يا جماعة، دول الناس اللي بتقدر تعمل الحاجات بجرأة اللي إحنا ما نقدرش نعملها، الناس العادية ما تقدرش تعملها. فالمفروض إن هم يتحطّوا في settings تانية خالص. الحلو في الborderline إن هو بنقدر نعتبره مشكلة عدم نضج. يعني إحنا كإنّك قدّامك مراهق ولكن هو عنده مثلًا 30 سَنة. الحلو في الموضوع إن هو في بعض الأحيان إن هو بعض الدراسات بتقول إن هو بيروح لوحده على سن 45 سنة، لكن قبل السن ده طبعًا بتبقى حصلت مشاكل، حصل جوازات بقى كتير غلط، حصل استنزافات، حصل إنه هو مثلًا ما كمّلش تعليمه أو إن شغله وقع. فعشان كده الناس دي تحتاج لازم إنها تلجأ لعلاج، لإن علاجهم موجود الحمد لله. الفرق ما بين الborderline والنرجسي إنه النرجسي إلى الآن لم يعني ما عندناش طريقة لعلاجه وهو ما بيبقاش عايز يتعالج، لكن الborderline في طريقة لعلاجه وهو عايز يتعالج، فالحمد لله هم أحسن كتير جدًا من باقي اضطرابات الشخصية، لإن هو يقدروا يتعالجوا وبقى متاح دلوقتي علاجهم، وفي طرق كتيرة جدًا نقدر نعملها معاهم عشان تعالجهم، فده خبر كويس. طيب النرجسي لمّا بيخش في علاقة بقى مع borderline، هاقول لمّا بيخش علاقة مع borderline وهاقول لمّا بيخش علاقة مع ADHD. أولًا هم بيبقوا زي حلة وغطاها، بيبقوا مناسبين جدًا لبعض، لإن غالبًا نفس التروما صنعت كلاهما. هم الاتنين كانوا في بيئة عالية الخطورة، هم الاتنين كانوا عندهم أهل بنسميهم immature patients immature parents. إن هم كانوا أهاليهم ما عندهمش نضج عاطفي، ما عرفوش يتعاملوا معاهم كويس، أصابوهم بترومات كتير. النرجسي علشان يقدر يتحمل الترومات الشديدة اللي حصلت له وهو صغير بيحصل له انقسام في نفسه، بيعمل نفس مزيفة. نفس المزيفة دي رائعة عظيمة ما فيهاش غلطة، ودي اللي بتخليه يعرف يكوب ويتحمل، ودي اللي بتخليه بعد كده مؤذي، لان هو بيبقى عايز طول الوقت حد يأكد له على ان
النفس العظيمة دي موجودة، فهو عايز يعني ناس تعبده. كمان لأنه هو عايش بنفس مش حقيقية، مش متصل بنفسه هو، فنقدر نقول إن هو ما عندوش طاقة للحياة حقيقية. عشان يبقى عنده طاقة للحياة حقيقية بيستغل الناس، يعني هو بيبقى محتاج الناس حواليه جدا، وهو برضه بيبقى زي البوردر لاين عنده مشكلة كبيرة في موضوع الهجر، بيخاف جدا من الهجر باي ذا واي. حتى لو في الاخر هو بيهجر بس بيرجع تاني، يعني بس دي قصة تانية. هو بيخاف جدا من الهجر هو كمان، وهو طول الوقت حاسس ان هو لازم يبقى في حد في حياته يعتمد عليه يسحب منه طاقة، لان هو ما عندوش طاقة. ليه ما عندوش طاقة؟ لان مفيش بني ادم منفصل عن روحه، منفصل عن نفسه الحقيقية، يقدر يبقى عنده طاقة. فهو بيستلف طاقات من الناس، عشان كده بيبقى مؤذي. يعني هو لما بيأذيك ما بيبقاش مستقصدك انت شخصيا، يعني هو ما فيش بينه وبينك انت بالذات خصومة. هي الفكرة ان انت بس كنت مناسب، مناسب ان هو يستغلك فقط لا غير. البوردر لاين عكسه، هو ما بيقدرش يعمل النفس المزيفة دي. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل تشتت في اجزاء من النفس، بيحصل كانها تبقى جزر متفرقه، بيحصل حاجه اسمها سبليتنج. كل حته فيه بتبقى في مكان، مشاعره في مكان، عقله في مكان، مش عارف يربط ما بينهم وما بين بعض. يعني كتير من الناس البوردر لاين اللي انا شفتهم ممكن يقوموا بتصرفات يدينها المجتمع، يعني زي ان هو مثلا يعمل حاجات خطيرة جنسية، يعمل حاجات خطيرة فيها مخدرات. ممكن ما يعملوش ده، بس في بعض منهم بيوصل لده. ده مش بيبقى عشان هو قليل الأدب أو ما ترباش، بالعكس ده هم بيبقى عندهم كمية من الوجع النفسي بسبب التصرفات دي لا يحتملها بني آدم، لأنه في حتة تانية في عقله اللي فيها التربية والصح والغلط موجودة، لكن هي مش متوصلة خالص مع الحتة اللي فيها اندفاع. والحته اللي فيها اندفاع دي بتحاول تخليه، يعني بتبقى غالبا بيعمل الكلام ده علشان هو محتاج حضن، محتاج بني ادم جنبه. ف او او محتاج ماده ما تقولوش لا، يعني ماده مخدره مثلا ما تقولوش لا، لان هو عنده احساس بالفراغ الشديد. فهو بيضطر يروح يعمل الحاجات دي علشان يعالج نفسه، لكن في نفس الوقت بيبقى فيه في الخلفيه الصوت الضمير اللي بيفضل يعذبه، فهم بيبقوا في عذاب شديد جدا، والحكم عليهم اصلا بيبقى نوع من القسوة والظلم يعني انا يعني بتأثر جدا من من قسوة المجتمع. احنا يا ريتنا نبطل احكام على بعض، يا ريتنا نبطل نعمل نفسنا ربنا، هنرحم بعض. لان احنا جزء كبير من مشاكلنا النفسية هو ان احنا نفسنا مجتمع مش طيب مع بعض. فيمكن جزء من اللي انا بحاول اعمله ان انا اعمل وعي، عشان لو لقيت حد حواليك كده ارجوك بطل تحكم عليه، ارجوك بطل لما تشوف حد بيعمل حاجه تقول اه ده مش متدين، ده مش كويس، ده قليل الادب، لان انت مش عارف اللي ورا ده ايه. و... وربنا نفسه سترك انت، فبلاش الاحكام دي يعني. فهو ما زي ما قلنا ما بيقدرش يعمل الانفصال ده، ما بيقدرش يعمله خالص. فان هو يبقى عنده نفس مزيفه، يجي بقى يقابل اخونا النرجسي، بيبقى بيرفكت فيت. اولا لان التروما واحده، الوجع واحد. ثانيا ان النرجسي عنده حاجه هو مش عنده، ان هو عنده آلية ينظم بيها مشاعره. في بحث اتعمل سنة 2015 لباحث اسمه أليساندرو فونتانا، كان بيتكلم على حاجة اسمها الديناميك الرباعي في العلاقات النرجسية ما بين النرجسي والبوردر لاين. كان بيقول انه اول العلاقة اول حاجة بيقدمها له النرجسي تنظيم لمشاعره، والبوردر لاين محتاج ينظم مشاعره. فاول حاجه بيعملها النرجسي ان هو بينظم له مشاعره، بيديله صوت عقل، لان هو طبعا منفصل خالص عن مشاعره والكلام ده، المشاعر عنده ما هياش مهمه النرجسي، فبيفكر كويس قوي بعقله. فدايما بيديله انسايتس عقلاني، فكانه بيكمل له اللي ناقصه. طبعا النرجسي في اول العلاقه بيعمل لاف بومينج، وبيحسس اللي قدامه ان هو احسن حد في الدنيا وان هو عمره ما هيسيبه، فده بيبقى مناسب قوي مع البوردر لاين. البوردر لاين لما بيلاقي حد بيقدر ينظم له مشاعره، بيقدر يديله طول الوقت انسايت عقلاني، فبيبقى عامل له كده كانه ثيرابيست يعني، بيلزق فيه. طبعا النرجسي يعني ما بيسميش، يعني ده بس بتبقى في اول العلاقه. بعد كده النرجسي يبتدي يعمل الحركات بقى بتاعته، اللي هو يهجر ويديسكارد ويعمل الحاجات بتاعت الجاز لايت ويجنن والكلام ده. ليه هو النرجسي ليه بيعمل كده؟ لانه النرجسي داخل العلاقه دي عايز يستفيد من عدم تنظيم البوردر لاين لمشاعره، لان كل مشاعر بتطلع للنرجسي بتبقى كانها حاجه اسمها مدد نرجسي. ولو هنفسر ده طاقيا هنقول ان هو الشخص ده ما عندوش طاقه، فانت لما بتعبره بشكل ايجابي او سلبي انت كده بتديه طاقه، وده اللي هو محتاجه. والكلام ده يا جماعه بيحصل باللاوعي، يعني هو ما بيبقاش قاعد مخططه،
ولكن بيبقى عنده جزء من الإدراك إن اللي بيعمله ده مش مضبوط، لإن هو برضه عايش وسطنا وشايف وبيسمع وكده، فهو عارف إن اللي بيعمله مش مضبوط، عشان كده بيعمله في الخفاء، فهو عليه برضه مسؤولية. هو بيخش يفرش الأرض بقى ورد للborder line ويقول له أنت رائع وجميل وتجنن وأنا هاحميك وأنا هانقذك، طبعًا عشان النرجسي بيبقى عنده آآ الحتة بتاعة الإنقاذ. فطبعًا أنا هاحميك، أنا هانقذك، أنا هاشيلك من كل حاجة وحشة في الدنيا، وأنا هابقى أحسن حاجة ليك في الدنيا. بعد شوية يبتدي يستفزه عمدًا بقى عشان يطلّع منه المشاعر، عشان ياخد منه الsupply ويهجره ويرجع له والكلام ده، فده بيخلّي الborder line يتعلق بيه جدًا، لإنه بيشتغل على تروما الترك بتاعته وإن هو ما يقدرش يهجر. بعد كده يحصل فوضى جامدة بقى في العلاقة، يعني أول حاجة اللي هو الفيز الأولانية بانظّم لك مشاعرك، تاني حاجة خلّيك تتعلّق بيّا كنرجسي وأنت borderline، تالت حاجة يحصل فوضى عظيمة جدًا في العلاقة ويقطّعوا شعر بعض حرفيًا يعني، رابع حاجة انفصال بقى العلاقة دي وإنه الطرف الغير نرجسي يرجع للاتزان بتاعه بعد كده، الborderline مهما طال بيه الوقت هو بيسيب النرجسي، ما بيقدرش يستحمله. أوكي، ده بالنسبة للنرجسي والborder line. طب ليه الADHD والborder line برضه الADHD والنرجسي بيبقوا fit؟ لنفس السبب اللي هو هانظّم لك مشاعرك، أنا all over the place مش عارف أشتغل، مش عارف أعمل، أنا هاساعدك، هاعمل معاك مشروع، هادّيك فلوس في الأول، أو حتى مش هادّي كل ده ولكن هادّي وعد بيه. فالADHD بيحس نفسه إن هو أخيرًا لقى المرتبة المريحة اللي ينام عليها، اللي تفهمه، وبينظّم له كمان مشاعره. كمان ال ADHD مشكلتهم إن هم بيتعلموا من سن صغير أوي إن هم يماسك أو يغطوا على كل الحاجات اللي عندهم، لإن هم اتعلموا من وهم صغيرين إنه حساسيتهم الزيادة غلط، عدم الترتيب غلط، فهو بيبقى عامل ديفنسات كتيرة أوي، يعني كتير ناس عندها ADHD أنت ما تتخيلش إن عندهم ADHD من كتر ما هم شاطرين في تغطيته. فال ADHD في العلاقة مع نرجسي هو أصلًا مش متواصل مع احتياجاته ومتعلم طول الوقت إن هو يكبتها، فده بيبقى مناسب للنرجسي لأنه الADHD ما بياخدش باله هو محتاج إيه، بيغطي دايمًا على وجعه، فده بيخلّي العلاقة تستمر شوية، لإن أنا مش شايف احتياجاتي، واللي قدّامي قاعد بيستغلني وأنا مش قادر أشوف ده، لإن أنا عايز الوَهْم بتاع إن هو هيخلّيني مستقر. عامةً الناس الADHD بتخش دايمًا في علاقات abusive كتيرة جدًا بسبب الموضوع ده، بسبب احتياجه من الناس. كلمتي للborder line إنه أرجوك اتعالج، لإنه أنت عندك فرصة ذهبية للعلاج التشخيص بتاعك الحمد لله دلوقتي إحنا بقينا مدربين إن إحنا نتعامل معاه كcoaches وكدكاترة. كلمتي للADHD هاقول له أنت شخص محتاج علاقة جدًا، والborderline برضه أنت أكيد كمان محتاج علاقة، ولكن الborderline محتاج تعمل علاقة بعد ما تتعالج شوية. يعني وقّف علاقاتك الكتير دي وخُش في علاج التزم بيه سَنة أو سنتين، لإن الborderline علاجه بياخد وقت، وبعد كده خُش علاقات لإنك محتاج علاقات. الADHD بقى عايزة أقول له أنت أكتر حد محتاج علاقة، أكتر حد محتاج شريك يكمّلك، يبقى هو المنطق وأنت الفن، يبقى هو المرسى وأنت اللي تاخدهم، يعني مثلًا زي محتاج شريك مثلًا يقدر يموّلك مثلًا بمبلغ بسيط وبعد كده أنت تجيب له ملايين، يعني عارف أنت محتاج ده، بس محتاج تتعلّم، لازم تتعالج علشان تتعلّم تعبّر عن احتياجاتك، تفهم إن العيب مش فيك، تفهم دماغك بتشتغل إزاي، لازم يبقى في therapy awareness لازم، 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 وتختار علاقات إزاي، لإن أنت لازم هتخش في علاقة ومحتاجها كده، كده. أنا بالاحظ إنه النرجسيين كتير يا جماعة في المجتمع، مش زي زمان لمّا كنا بنقول هم 2%. يعني رأي دكتورة كده شُفته قريب أجنبية كانت بتتكلم إنه لأ، إنه 1 من كل 6 أشخاص بتقابله غالبًا نرجسي. وأنا عارفة إن الموضوع ده عشان لامس ناس كتير وهو موجود بكثرة، عشان كده يمكن أنا لمّا جيت أعمل كورسات، تخيّلت زي مدرسة علاجية كده تجمّع كل الكلام ده. يعني لمّا هاجيب الناس اللي في العلاقات المؤذية دي وأعلّمهم حدود، ده أول كورس هاعمله إن شاء الله في سبتمبر الجاي. آآ أول حاجة تتعلّم حدود، بعد كده لمّا أجيب البنات وأعلّمهم يعني إيه أنوثة، ويعني إيه حبّي نَفْسِك، ويعني إيه إن أنتِ مش عيب ولا عار ولا الكلام ده، أنا باعالج ترومات الصِغَر اللي طلّعت الborderline أو اللي ساهمت في تطليع الADHD، لإن الADHD حاجتين، هو جيني، يعني المرض ده جيني completely،
وتاني حاجة إنه البيئة اللي إحنا بنتولد فيها بتساعد على استخراجه، لإن في حاجة اسمها epigenetic، يعني مش كل جين موجود جوانا بيتم التعبير عنه. يعني ممكن حد يكون عنده جين مثلا مرض السكر، لكن لو عاش هيلثي لايف ستايل من هو صغير عمره ما يجيله سكر، فالبيئة بتختلف. فالاي دي اتش دي جين، ولكن وجودك في بيئة غير داعمة، بيئة مش كويسة، يخلي الاي دي اتش دي موجود. فبرضه احنا هنحل ده عن طريق الانوثه. يمكن الحدود لكل الناس رجاله وستات، لكن الانوثه بالذات للستات. خصوصا انا لما بشوف حد بوردر لاين او اي دي اتش دي ومثلا متكتفه وعايشه بتشتغل من 9 لواحده، بقول يا ربي الناس دي احنا محتاجينها على المسارح، احنا محتاجينها يكتبوا لنا الكتب، احنا محتاجينهم في بودكاست، احنا محتاجينهم في الراديو، احنا مش محتاجينهم يبقوا قافلين على نفسهم. وغالبا القفل على نفسهم ده بيبقى بسبب الاكتئاب والعلاقات الغلط، وبسبب كمان التربيه وان كل حاجه عيب وحرام وما يصحش وكده. هم محتاجين يتعلموا حقوقهم وهم مين، وياخدوا ثقه في نفسهم. وبعد كده برضو هعمل attachment course، ان انا اعلم الناس attachment styles بتاعتهم وكده. والكورس اللي بعد كده هيكون عن الاستمتاع بالحياة، لان الشخصيات اللي هي الاي دي اتش دي والبوردر لاين محتاجين يستمتعوا بالحياة بشكل صحي، عشان ده هيحميهم جدا من كل الاستنزافات اللي بتحصل لهم. عشان كده انا برضو يعني العلم النفس فقط لا يستطيع علاج مثل هذه الحالات. لازم يدمج بفن، ولازم يدمج بالزين براكتس او العلوم الشرقيه، لان الدراسات اثبتت انه تمارين زي اليوجا والمديتيشن بتزود التركيز في الاي دي اتش دي. وكمان بتعمل حاجه حلوه قوي، انها بتزود الروابط العصبيه ما بين الجزء الحشوي في المخ والفص الامامي المخ اللي هو البري فرونتال كورتكس، بتزود الوصلات بينهم، فده يزود قدره البني ادم ده على التنظيم مشاعره، يزود قدرته كمان على انه هو يفكر احسن ويخطط احسن. فلازم ده يبقى موجود بجانب العلاج النفسي. العلاج النفسي فقط احيانا مش بيقدر ينجح مع الحالات دي. وفي نفس الوقت برضو التمارين التانية ممكن تدخل في اوهام لو ما كانتش متزنه مع العقل. فدايما العقل محتاج الاول ان احنا نعمل له stabilization، يحصل وعي كافي ويحصل تولز كافيه البني ادم يقدر ياخدها يشتغل عليها، وبعد كده يدخل معاها بعض الحاجات الروحانيه والكلام ده، عشان هي بتساعد فعلا بجانب الادويه. يعني بتساعد فعلا في ان هي توازن الجهاز العصبي، وبتساعد ان هي تخلي الروابط العصبيه في المخ افضل. في بعض الناس لازم تحتاج ادويه، وفي بعض الناس مش هتحتاج ادويه. انا طبيبه، دي خلفيتي، وعندي كورسات كتيره جدا، ومتعلمه سايكوثيرابي كتير جدا، انواع كتير، وفي نفس الوقت يوجا تيتشر. فانا عندي الحمد لله كل ده، ولكن انا متجهه الفتره دي ان انا اعالج بدون دواء، اعالج فقط بالكوتشنج. بس الحلو انه لو حتى جالي حد محتاج دواء، انا اقدر اوجهه، أقول له لا الحاله دي محتاجه دواء، فمثلا نروح لحد كذا كذا، خد الدواء وارجع لي مثلا. علشان انا عايزه ادي للناس من خبرتي الحياتيه، من شخصي، من الحاجات اللي انا واجهتها في حياتي، من الحاجات اللي انا واجهتها لمده 11 سنه مع عدد ضخم من ال patients. عايزه ادي للناس الخبره دي كلها بشكل هوليستيك، بشكل مجمع، يجمع ما بين العلوم الشرقيه ويتفادى شويه بعض عيوبها، ويجمع ما بين العلوم الغربيه ويتفادى عيوبها. لو الفيديو عجبك، ولو استفدت منه، انا هطلب منك بس ان انت تعمل سبسكرايب، ويا ريت شير لو في حد غالي عندك عايزه يعرف المعلومات دي. ويا ريت كمان تساعدني بكومنت وتديني رأيك، وتطلب مني محتاجة اتكلم في ايه تاني. شكرا ليك جدا، او ليكي جدا جدا جدا، انا ممتنة قوي لوجودكم معايا في المساحة دي.